الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. أهلا بك عزيزي الطالب. لماذا نتعلم؟ أحسنت، لنرضي الله سبحانه وتعالى. هنشوف السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي خواص العنصر الذي عدده الذري 11 تشبه خواص العنصر الذي عدده الذري، وعطيني 4 اختيارات. قلنا يا جماعة ما يجيلك سؤال زي ده اهو، هو العدد الذري اللي عندك كام؟ 11. ابدأ وزع ال11 اللي عندك ده، اكتب التوزيع الإلكتروني ده. المستوى الأولاني يتملى ب2، الثاني 8، والثالث 1. فأنت هتدور في الاختيارات اللي عندك على العنصر اللي يكون أيضا المستوى الخارجي له أو الأخير فيه 1 إلكترون. طيب تعال نبص في الاختيارات. كاتب لي مثلا هنا 5، تعال وزع كده ال5. لو جيت توزع ال5 يبقى 2 3. وزع ال7 2 5. وزع ال17 2 8 7. وزع ال19 2 8. اوعى تقول 9 يبقى غلط. 2 8 8 1. شوف ال11 اهي، ال11 انت كنت بتوزعها 2 8 1، يبقى ده اخرها 1 اهو، 1 الكترون. اللي زيها مين؟ يبقى الاختيار الصحيح عندنا رقم د. تمام، ناخد د. السؤال اللي بعده بيقول عناصر المجموعة 17 تتبع الفئة. طبعا المجموعة 17 موجودة في يمين الجدول، يبقى الفئة ب. باخد مين؟ الفئة ب. السؤال الثالث، تضم الدورة الثانية عناصر من الفئات الدورة الثانية يبقى عندنا مين؟ الاس والبي. الاختياري رقم أ. إذا كان العدد الذري للعنصر ما يساوي 11، فإن العدد الذري للعنصر الذي يليه مباشرة في نفس الدورة. خد بالك، بيقول لك في نفس الدورة. بتجاوب على دي ازاي؟ السؤال ده طالما في نفس الدورة، خد بالك في النموذج الثاني كنا بنسأل في نفس المجموعة. أما تيجي تجاوب على سؤال زي ده وأقول لك عدده الذري 11، تمام؟ أنت بتوزع أهو 2 8 1. طيب في نفس الدورة ده عدد الذري 11، يبقى اللي في نفس الدورة اللي وراه زود على ده 1، يبقى العدد الذري اللي وراه كام؟ 12. يبقى أنت تختار 12. طب ليه 12؟ قلنا عشان بيسألني في نفس الدورة. طب فرضا كان بيسألني في نفس المجموعة، لا في نفس المجموعة بقى هتيجي الوقت 2. خد بالك لها طريقة تانية. 8 دي 2 اهي، 2 8 هنا 1. قوم جاي هنا اهو كده زود مستوى طاقة هنا كده. المستوى ده يزيد فيه كام؟ 8. يبقى العدد الذري 19. ده لو سألني وقال لي في نفس المجموعة، إنما في نفس الدورة زود هنا 1. يا ريت تكون واضحة. وبص برضه على النموذج اللي قبل ده. رقم 5، عنصر فلزي إكس يقع في الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث. عندما يتحد مع الأكسجين يكون مركب صيغته الإكس أو. يكون عدده الذري كام؟ هو بيقول لي دلوقتي عنصر إكس. تمام، ركز معايا كده. إكس زي س وصاد زي ما قلنا. ما تشغلش نفسك باسمه، لو عارف اسمه خلاص مفيش أي مشكلة، بس هو ما طلبش اسمه، عاوز عدده الذري. عنصر فلزي يقع في الدورة الثالثة، يبقى له 3 مستويات. بص معايا هنا، يبقى له 3 مستويات. طيب فلز يبقى المستوى الأخير ده يا 1 يا 2 يا 3 إلكترون في الأخير. يعني هنا عندي 2 وهنا 8، يا إما يكون 11 يا إما يكون 12 يا إما يكون 13. تمام. بص على بقية السؤال، بيقول لي هنا XO معنى كده إن كانت الأو ثنائي وطارت مع الثنائي. تمام. يبقى عنصر ده اهو عدده الذري كام؟ 12، لأن هيكون تكافؤ ثنائي تروح مع مين؟ مع الأس الثنائي، يبقى العدد الذري 12. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 6، عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة 1، وعدد النيوترونات في نواة ذرته 12، يكون عدد الكتل كام؟ واحدة واحدة مع السؤال عشان ما تلخبطش نفسك.
عنصر يقع في الدورة الثالثة يبقى له كم مستوى؟ ادي 1 2 3 والمجموعة 1 يبقى هنا كده اهو. طب يبقى ده عدد الذري كام يا شباب؟ ركز كده. طبعا ده 2 و8 الكي والال ومعانا الام، يبقى كده عدد الذري 11. طب هو له 12 نيوترون، يبقى الكتلي كام؟ بتجمع الذري زائد ال 12 نيوترون يبقى عدد الكتلي كام؟ 23. 23. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي يعني عدم وجود. خد المثال المشهور اهو عندنا الهيدروجين، عدده الذري 1 وعدد الكتلي 1. لما تيجي تطرح الاثنين دول من بعض يبقى مين اللي هيبقى مش موجود؟ يبقى النيوترونات، يبقى عدد النيوترونات بيساوي 0. تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي يعني عدم وجود نيوترونات. طبعا عدم وجود نواه طبعا غلط، عدم في ذره من غير نواه. طيب عدم وجود بروتونات، لما له بروتونات العدد الذري بتاعنا. طيب الالكترونات برضو موجوده، يبقى لما يتساوي العدد الذري مع الكتل يبقى مفيش نيوترونات. رقم 8 بيقول لي في المركب X3 Y إذا كان العنصر Y يقع في المجموعة 5A. ما هي 5A خد بالك يبقى تكافؤ ثلاثي اهو مكتوب، الثلاثة ديت تكافؤ الواي. فإن العنصر X يقع في المجموعة. طب هي الواي تحتها ايه هنا؟ تحتها 1 مش مكتوب، يبقى عندنا الإكس تكافؤ أحادي يبقى في المجموعة 1A. تمام. السؤال ده بقى سهل بقى يا جماعة، المفروض تبقى فهمته. 9 تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر. طبعا الدورة بتبدأ بعنصر فلزي باستثناء طبعا الدورة الأولى لأن فيها الهيدروجين زي ما اتفقنا، يبقى عنصر فلزي. طيب يقدر نصف قطر الذرة بوحدة، طبعا صغيرة جدا يا جماعة، البيكومتر. طيب التركيب الإلكتروني لأيون عنصر المغنيسيوم، خد اللي بقول لك لأيون عنصر المغنيسيوم. لا تعال نوزع المغنيسيوم كده الأول، وزع كده المغنيسيوم. هو عدد الذري كام؟ 12 يبقى 2 8 2 8 2. ده من توزيع مين؟ ده توزيع ذرة المغنيسيوم. هو بيسأل على أيون المغنيسيوم، يعني لما نعمل المغنيسيوم ده أيون يبقى عامل إزاي؟ 2 8 لأنه هيفقد الاثنين. طيب وزع بقى العناصر اللي عندك ديت وشوف مين اللي هيبقى زي الاثنين 8 دي. لو جيت توزع البريليوم يبقى 2 2، هتوزع الصوديوم 2 8 1، وزع النيون يبقى 2 8. يبقى الإجابة عندي الصحيحة مين يا جماعة شباب؟ النيون اللي عدد الذرة. لأن لو جيت توزع الأرجون 2 8 8. هو بيسألك على الأيون، خد بالك في طلاب كتير بيغلطوا في ديت مع إنها سهلة جدا. رقم 12 يحل عنصر نقط محل هيدروجين الماء من خلال تفاعل لحظي عنيف. طبعا العناصر بتتفاعل لحظيا مع الماء، عندك مثالين عندك في المقرر بتاعك البوتاسيوم والصوديوم، يبقى هنا من الصوديوم. يتكون نقط من احتراق الكربون في جو من الأكسجين. الكربون يتحرق في وجود الأكسجين يديني ثاني أكسيد كربون. عدد الإلكترونات الموجودة في أيون عنصر فلزي ثنائي التكافؤ ويقع في الدورة الرابعة. عدد الإلكترونات اللي موجودة في أيون، خد بالك بيسأل على أيون عنصر فلزي ثنائي التكافؤ يقع في الدورة الرابعة. لما تيجي تجاوب يقع في الدورة الرابعة يبقى أنا عندي 4 مستويات طاقة وهو ثنائي التكافؤ، يعني هنا في 2. تمام. طيب اما يبقى أيون هنشيل الاثنين ديت، خد بالك هنشيل الاثنين دي يبقى بقى لي مين؟ 2 8 8. معايا يا شباب؟ يا ريت يبقى معاك قلم ورقه كده ووزع معايا واشتغل عشان تستفيد. اجمع دول بقى كده يبقى 2 8 8 يبقى كده 18. يبقى عدد الالكترونات الموجوده في ايون عنصر فلزي ثنائي التكافؤ تبقى 18. في واحد قاعد دلوقتي يقول لي 20 يا استاذ، هو ما بيسالكش عن الذره، ما 2 8 8 2 يبقى 20، انما هو بيسالك عن الايون. طيب عندما تكتسب ذره عنصر لا فلزي يقع في الدوره الثالثه 2 الكترون، فإن عدد الإلكترونات، أقول لك عنصر لا فلزي في الدورة الثالثة يبقى أنا عندي 1. تمشي على خطوات ثابتة هتحل أي سؤال من النوعية ديت. هو لا فلزي يعني هنا يا 5 يا 6 يا 7. تمام. هو بيقول لي هيكتسب 2 يبقى المفروض هنا فيه 6. طب والمفروض في المستوى الأولاني 2 المستوى كي. طب والإيه اللي هيبقى فيه كام؟ هيبقى فيه 8. جمع كده
2 8 يبقى 10 6 16. تمام. طب لما تكتسب 2 على الستة دي يبقى كام يا شباب؟ يبقى هنا عندي 8. جمع كله يبقى 2 8 10 8 يبقى 18. عندما تكتسب ذرة عنصر لا فلزي يقع في الدورة الثالثة 2 إلكترون. واضح يا شباب؟ يا ريت يكون الكلام واضح معانا كده. نيجي لنوعية من السؤال اللي زي ده، بيقول لي عنصر اكس يقع في الدورة الرابعة. اقول له حاضر، ادي الاكس اهو اللي بيقع في الدورة الرابعة، ادي 1 2 3 4. طيب يا ترى هنا طبعا 2 يا شباب، وهنا كام؟ 8، وهنا كام؟ 8. هنا بقى يا يكون 1 يا 2 يا 3، لانه بيقول لي عنصر اكس يقع في الدورة الرابعة ويكون مع مجموعة الأمونيوم مركب صيغته XNH4. طبعا ال NH4 دي على بعضها مجموعة ذرية، والإكس هنا مرتبطة بالمجموعة الذرية. تمام. والعنصر ده يقع في الدورة الرابعة. تمام. طب مجموعة الأمونيوم دي تكافؤها أحادي، يبقى لابد الإكس دي تكون برضو أحادي، عشان ما فيش مكتوب تحت مجموعة الأمونيوم حاجة، وما فيش مكتوب حاجة تحت الإكس. لما تيجي تجمع ده اهو هيدينا كام؟ ما المجموعة التي يقع فيها هذا العنصر؟ طبعا انت وزعته عدده الذري خلاص عرفناه 19. تمام. طيب ادي 1 يبقى المجموعة التي تقع فيها 1A او المجموعة الاولى. حدد الفئة، طالما 1A يبقى الفئة S. احسنت. طيب الاكس برضو يا جماعة كان الاولى كمان يقول لي ان عنصر اكس او عنصر فلزي اكس، لان طبعا انت عرفت ان الاكس بيتكتب على اليسار في الصيغه الكيميائيه لما تيجي تكتب المركبات، يبقى الاكس اهوت مع ال NH4. طيب لما يجي بعد كده في السؤال المصطلح العلمي الصفوف الرأسيه. طبعا يا شباب خلاص عرفنا بقى الصفوف الرأسيه المجموعات. مقدرة الذرة في الجزيء على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها السالبية الكهربية، أو عاوز تقول الكهروسالبية ما فيش أي مشكلة. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة، العدد الذري. أحسنت. مجموعة العناصر اللي تفصل بين الاس والبي وبتبدأ ظهورها من الدورة الرابعة. أحسنت. العناصر الانتقالية أو ممكن تقول الفئة دي. مركب تساهم الفرق في السالبية الكهربائية بين عنصريه كبير نسبيا، ده المركب القطبي. ترتيب العناصر الفلزية تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي. تمام. أكاسيد تتفاعل مع الأحماض كأكاسيد قاعدية، مع القلويات كأكاسيد حامضية. قلنا دي طبعا شباب الأكاسيد المترددة. المركبات الناتجة من ذوبان أكاسيد اللافلزات في الماء، طبعا محاليل الأحماض. أكمل المعادلات يا شباب. المعادلة لابد تكون مكتوبة رمزية وموزونة، ويقول لك شروط التفاعل، وده برضو خدنا زيها في النموذج الثاني. طبعا هنا شرط التفاعل إن يكون عندي الحمض اللي أنا شغال بيه ضيل مخفف، وطبعا الام جي تدخل مع السي ال يدينا الام جي، طبعا سي ال 2. خد بالك عشان وزن المعادله. مغنيسيوم تكافؤ ثنائي، هنا 2 كلور هنا 2 كلورون، هنا مغنيسيوم واحد مغنيسيوم، ويتصاعد طبعا غاز مين؟ غاز الهيدروجين. طيب المثال اللي بعده في المعادله الثانيه بيقول لي طبعا هنا مين اللي هيجي مع بعض كده، حاجتين يتحدوا مع بعض ان يدينا اكسيد المغنيسيوم. طبعا لابد هنا شرط التفاعل يا شباب ان يكون عندي حراره. تمام. عشان المغنيسيوم اللي هو الام جي لما يتحرق في وجود الاكسجين او يتفاعل مع الاكسجين اهو، تمام، يدينا اكسيد المغنيسيوم اللي عباره عن مسحوق ابيض. احسنتم يا شباب. طيب تعالى بيقول لي حدد مواقع العناصر الاتيه بالجدول الدوري الحديث. لابد وزع العنصر كده وشوف اللي عندك. لو جينا مثلا ارجون 18 ده يبقى 2. تمام. 8 8. احسنت. عد بقى هنا 1 2 3 يبقى الدوره الدوره الثالثه. هنا 8 يبقى المجموعه الصفريه، اوعى تنسى. احسنت. طالما في المجموعه الصفريه يبقى الفئه بي. احسنت. وزع صح عشان تشتغل صح. وانا بقول لك حدد موقع العنصر في الجدول، بتقول الدوره والمجموعه والفئه. تعال نوزع البي اللي هو الفوسفور. وزع كده الفوسفور. ادي 2 8 5.
كم مستوى طاقة؟ 3 يبقى الدورة الثالثة. هنا 5 يبقى المجموعة 5A، أو عاوز تقول مجموعة 15 ما فيش أي مشكلة. تمام. هنا برضو مع الأرجون ممكن تقول المجموعة الصفرية أو تقول المجموعة 18. اوعى تقول 8A، ما عندكش أنت 8A. هنا ارجع للفوسفور تاني، 2 8 5 يبقى الدورة الثالثة المجموعة، أحسنت، 5A أو 15، الفئة B. جزاكم الله خيرا أعزائي الطلاب.